متابعين بمهرجان الزمن الجميل، بس القصة هالمرة مختلفة. اسمها بيضوي مثل القمر بذاكرتنا، وبيترك بكل مشهد من أفلامها وبكل مقابلة وبكل طلة أثر من الصدق والجمال. بسنة 2020 دعاها الدكتور هراتش لتكون مكرمة بين كبار الزمن الجميل، وكانت فرحانة ومتحمسة وقالت أكيد جاية. بس الموت زارها على غفلة وخطفها من بيناتنا، وتركت غصة كبيرة بقلوبنا. من وقتها بقي الحلم معلق، بس نحن ما نسينا وما قبلنا يمرق الزمن بلا ما نكمل اللي كانت بتتمناه. لهيك الدكتور هراتش زار بيتها، التقى ببنتها وصديقتها المقربة، وقدم باسم المهرجان الزمن الجميل وباسم كل اللي بعدهم بيحبوها وبيحكوا عنها بالخير تروفي سيدة الرقي. رجاء الجداوي، رغم رحيلك بعدك بيناتنا، صوتك، ضحكتك، حضورك ما غابوا. يمكن ما لحقت تطلعي على المسرح، بس هاللحظة إلك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازي حضرتك؟ جاي كرمالك انا. ثانك يو، ميرسي والله ميرسي. تفضل. هل أميرة كانت أميرة أمها؟ أوه، ده سؤال جميل. كانت ملكة أمها. يشرفني أن تكون معنا اليوم ضيفة عزيزة على قلوبنا جميعا. أنا بشكر حضرتك دكتور إن أنت شرفتني وجاي لمصر علشان تنقل محبة الجمهور اللبناني لمصر، حبهم لأمي ده عندي كبير قوي. أنا سعيدة جدا جدا أولا اتعرفت على الدكتور النهارده وعليكم كلكم. سعيدة جدا بالتكريم، إن شاء الله يتم في ميعاده بإذن الله وأكون موجودة. أعتبر أي تكريم لأي فنان مصري هو تكريم لأي نجم عربي. أنا بتذكر لما التقينا قالت لي أنا شرف لي أجي على بيروت وأتكرم. قالت لي بس مش عارفة إذا لغاية شهر 6 حكون موجودة ولا لا. يا رب نتقابل على خير دايما، ويا رب أعيش لغاية يونيو. عادي عادي عادي. لا ما عندي الشر. خلينا نبرز بارت الأناقة تبع سيد رجب. هي كانت راقية حتى في المستشفى لما راحت. الله. يعني ايفن وهي في المرض كانت شيك، واخده معاها الأرواب الدروب دو شامبر واخده معاها حاجتها، اللي هو الاستمتاع بالشياكه والرقي لاخر ثانيه في حياتها. وانا يعني بتكلم معاك عشان تقول لي الكلمتين الحلوين دول. لو شافت اتنين متخانقين هي تروح تصالحهم الله وتهدي بينهم وما تنقلش كلام دي لدي ولا دي لدي، حتى لو هما الاتنين اشتكوا لها. هي زي ما تقولي حمامة سلام. نحن باسم لبنان، باسم كل الشعب العربي، واكيد باسم مهرجان زمن الجميل ولجنتها، عنا فخر كبير نسلمك التروفيه دي يلي مكتوب عليها ايه؟ سيدة الرقي رجاء كده. وهي فعلا كانت راقيه بكل شيء. بشكر حضرتك جدا، وبشكر كل الشعب اللبناني والشعب العربي، كل جمهور ماما على الانستجرام مع حضرتك في برامجكم وفي كلامكم. بشكركم لان انا اعتقد كمان ان هم كمان بيشكروا حضرتك على الجائزه دي، لان اللي اكتشفته ان انا مش بنتها الوحيده. انا اعتقد ان كل جمهورها الله كلامك جميل قوي بجد.